النهارده يا بنات هعمل معاكم كفتة في الصينية، مش هنصبعوها. طريقة سهلة وسريعة وبتاعت المستعجلين بس طعمها تحفة. هنا نعمل اول معاكم المكرونة. معايا توم باودر زي ما انتم شايفين، هحط عليه زيت وهسيبه ياخد لون. تمام كده. وبعدين نشغل عليه بقى النار. زي ما انتم شايفين بركو كده عشان خاطر ايه يسيب من بعضه، يعني يبقى في زيت حمر بسرعة، ان التوم الباودر اوريدي بيتحمر بسرعة. بس انا بوريكم ان ده التوم اللي انا استخدمته. بس لازم احركه كده، الافضل من انك تقلبيه عامه، حركيه كده افضل. بس بقى كده هننزل بالصلصه ونجيب على الغطا عشان نقفل على طول عشان هيطرطش. تمام. هنحط عليها فلفل اسود وملح. بس دي صلصه المكرونه، طريقه سهله وسريعه وكلنا اوريدي بنعملوها ومتربين عليها كمان في مصر. بس نسيبها بقى تتسبك بطريقتها. هنا بقى اللحمه كانت معايا فكت، وكنت بليت معاها حته عيشه زي ما انتم شايفين كده، وعصرتها من الميه وحطيتها معاها. تمام. كنت هنا فرمه بصل ننزله عليه. طريقة الكفتة سهلة وسريعة، وبدل ما تصبعيها انا حبيت اعملها بالطريقة دي. انت دي كمان بتحبها جدا، وكانت ماما تملي على طول تعملها. بس نحط ملح وفلفل، وهنحط جوز الطيب. ملح وفلفل اسود وجوز الطيب، وهنحط 7 بهارات. طريقتها جميلة يا بنات، لازم تجربوها بجد والله، فعلا طعمها جميل. بس ودي 7 بهارات اهو. نحط معاهم حتة سمنة صغيرة. بس الاول ندهن حتة السمنة في الصينية. بس هنا كنت خلاص بقى دعكت الكفتة. تمام. هننزل بيها كلها كده في الصينية. بس خلاص كده سويتها في الصينية. هنا بقى معايا معلقة صلصة ومعايا كيس مرقة بودر. دي مرقة دجاج بس بودر، بجيبها من الجزارة. طعمها حلوة جدا ومش حادقة. تحكمي انتي في الملح بتاعها، يعني عجبتني طعمها بصراحة اكتر من التانية، ان ملحها خفيف جدا يعني. بس انا معايا معلقة صلصة هنا وبتاعت المرقة ديت، وهقلبهم على بعض وخفيفة شوية بالمية، وهحطها فوق الكفتة. تمام. بس انا خففتها زي ما انتم شايفين. هحطها فوق الكفته، بتخفيها بشويه ميه بسيطه، يعني انا حطيت فيها شويه زيت خفاف وميه. تمام. وتبداي ايه توزعيها على الكفته من فوق، علشان الكفته من فوق ما تتحرقش وتاخد لون، يكون لونه محمر كده احسن. طعمها جميله جدا، وهتشوفها بعد ما تطلع من الفرن قد ايه شكلها حلو. طبعا هي اكيد لما تطلع هتكون كشت. انتوا عارفين اللحمه المفرومه لما بتتحط في الفرن بتكش على طول. بس نمسح الصينيه عشان ايه ندخلها الفرن يبقى شكلها حلو. خلاص طلعت شايفين طلعت من الفرن عامله ازاي، واخده من فوق تحفه، ومستويه بطريقه جميله جدا، وكانت سخنه كمان، طعمها جميل. هنبدا بقى نرصها في الطبق. لازم تجربيها يا بنات. حتى هي لما كشت ما كشتش كتير، ليه؟ عشان انا حطيت معاها لقمه صغيره. تمام. حطيت معاها يعني حته لقمه. وتملي ماما كانت تقول لما تحطي حته لقمه مع الكفته اللحمه ما تكشش. فانا بصراحه بعمل بالنصيحه بتاعتها، وبحط على طول حته اللقمه ديت اللي انا ببلها واحطها على طول. ابلها وبعد كده اعصرها من الميه وانزلها.
بس هنا خلاص بقى سلقنا المكرونه وصفيناها، هننزل عليها بالصلصه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. بس هنقلب بقى المكرونه ونبدا نغرفها. لايك وشير الفيديو يا بنات عشان اوصلكم كل جديد، وبتمنى الفيديوهات تكون بتعجبكم ويكون عنده حسن ظنكم بيا في كل حاجه بنزلها لكم. هنا خلاص اهو شايفين الكفته بعد ما غرفناها وعملت معاها افوكادو وحطيت عليه زيت زيتون، وده طبق المكرونه. ولايك وشير الفيديو عشان اوصلكم كل جديد، وكنتم مع هاجر علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.